السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الايام بخير يا رب، وكل رمضان ان شاء الله وانتم بألف خير. النهاردة بقى اول يوم رمضان، وهنعمل النهاردة كده فطار جميل جدا واصناف حلوة و... وبسيطة ان شاء الله كده، ومش ما فيش فيها اي تعقيدات، وهتبقى سهله ان شاء الله. اول حاجه انا هعملها ان انا هتبل الفرخه بتاعتي. معايا هنا فرخه ما شاء الله حجمها 2 كيلو وشويه. فهبتدي ان انا اعمل لها بصله مرته. هحط لها بصله مفرومه عليها ملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه. وهبتدي ان انا احط كده، ارفع الجلد كده، اوسع كده تحت الجلد بايديا كده بكل سهوله، وخلي بالك الجلد ما يتقطعش منك. وهبتدي ان انا ادخل البصل بالبهارات كده تحت الجلد. عايزه اقول لكم ان الفراخ لما بتتعمل بالطريقه دي بتبقى طعمها، عايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه قوي، وبتديكي شويه شوربه في الاخر طعمهم حلو جدا، ومتبلين حلو قوي. وكمان الفص بيطلع كده متبل كده واخد وشارب من التتبيله اللي احنا عاملينها، والبصل بتبقى تحفه جدا. هنشوح بقى الفرخه. هنعمل ايه؟ هنحط كميه من الزيت حلوه كده، وهنحط 3 فصوص من المستكه والحبهان وورق اللوري كمان. وهنحط الفرخه كده على الصدر، ونقلب فيها يمين وشمال، شويه على الظهر شويه على الصدر. وبعد كده هننزل بالميه. طبعا هنا كانت النار عاليه شويه، فايه يعني كام بصلايه كده صغيره اتحرقوا كده، فاشتلتهم بالمعلقه ولا كأن في اي حاجه حصلت خالص. وهنعمل بقى الخضار بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنعمل بسله وجزر. آه معايا هنا البصل المبشور، بصلتين كده متوسطين او بصلايه كبيره مبشورين. وهبتدي ان انا انزل بالبصل كده على الزيت، وهشوح فيه لحد ما يدبل. وهنزل بالبهارات. البهارات ايه يا امل؟ هنحط كمون وفلفل اسود وشويه من الشطه، وهنظبط الملح، وكمان هنحط شويه سكر. وهندي للكلام الجميل ده كده تشويحه كده حلوه قوي. وبعد كده هننزل بالخضار بتاعنا، بالبسله والجزر بتوعنا اهو بالشكل ده كده. وهنشوح بقى البسله والجزر حلو قوي مع البهارات والبصله شويه حلوين يعني كده. اهو بالشكل ده كده هنبتدي ان احنا نقعد نشوح كده كتير في الخضار لحد لما نتأكد ان هو اتغلف كويس قوي بالبهارات وتشبع حلو قوي بالبصل والبهارات. هننزل بقى بدورق كامل من عصير الطماطم بالشكل ده كده، وهنقلب بقى نديله تقليبه ونسيبه بقى مع نفسه خالص يتسبك كده ويستوي. هنعمل ايه كمان؟ هنعمل النهارده عصاج كده لحمه مفرومه، عشان نعمل صينيه جلاش كده خطيره جدا. هنزل بالبصل كده على الزيت، وابتدي برضو ان انا اشوح فيه كده بالشكل ده كده. وهنزل باللحمه على طول، مش هخلي البصل ياخد مني اي لون. هنا بقى الفرخه حطيتها على العين التانية، وهديت عليها النار بقى وسبتها تستوي كده مع نفسها على مهلها خالص. هنحط بقى معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، فربع كيلو حلو قوي على الصينيه اللي انا هعملها. هبتدي بقى ان انا اقلب كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم معلش بقى، اعذرونا، رمضان كريم بقى، والاجواء رمضان في الشارع عندنا خطيره جدا. كل السوبر ماركت اللي تحت بقى مشغلين اغاني رمضان، وطبعا الولاد كلهم في الشارع عمالين يعملوا في الصواريخ. فربنا يفرح الناس جميعا يا رب، ويجعله كده شهر الخير كده علينا جميعا يا رب. زي ما قلت لكم كده، قعدت اشوح في اللحمه لحد ما لونها غير، وبدات ان انا انزل بالبهارات. معايا بقى البهارات بتاعتي ايه؟ فلفل اسود طبعا اساسي، وكمان رشه من الكزبره، ورشه كمان من الكمون، ومعايا نص معلقه من السبع بهارات بس. وهنظبط الملح بتاعنا. هنقلب بقى كويس قوي، وهدي النار عليها لحد ما البصله تستوي خالص وتدوب خالص في اللحمه. ويبقى كده معانا العصاج كمان جهزت معايا. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا هنا كانت البسله بقى بتغلي ودخلت في السوا. حطيتها كده برضو على عين كده، وهديت النار عليها لان انا بادئه اعمل في الفطار
قبل العصر، فكان معايا وقت يعني. كنت بخلص الحاجة واحطها على نار هادية على جنب واشوف غيرها. هنعمل بقى هنا صينية الجلاش بتاعتنا. معايا كده لف من الجلاش نص كيلو. هبتدي ان انا افرده كده بالراحة عشان ما يتقطعش مني اهو بالشكل ده كده. وهنبتدي بقى ان احنا ندهن الصينية بتاعتنا سمنة. طبعا انا هنا مسيحه السمنه وحطاها جنبي، لان هتشوفوا دلوقتي انا ما بحطش يعني كميه كبيره من السمنه عشان ما تبقاش تقيله وكده وتتعب. فبحط طبقتين ورقتين من الجلاش وادهن دهنه بسيطه زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه من السمنه. وابتدي برضو ان انا انزل بورقتين تانيين وبرضو معلقتين من السمنه وهكذا. طبعا الورق اللي بيبقى عليه اللحمه ما بيدهنش يا جماعه. اهو بالشكل ده بقى هننزل كده بكميه اللحمه. يبقى احنا قسمنا الورق نصه تحت ونصه فوق. هنزل بكميه اللحمه بتاعتي كلها واحاول ان انا اظبطها كويس قوي وافردها كويس علشان ما يبقاش حته فيها لحمه وحته لا. اهو حاولي تظبطي ايدك. وطبعا وانت شغاله بتبقي شايفه في حتت فاضيه في حتت فيها اكتر، بتظبطي وانت شغاله. هبتدي بقى اخد الاطراف بالشكل ده كده وابتدي ان انا اتنيهم لجوه. وانزل كمان بالورقتين بقى اللي بعد كده ورقتين بورقتين، ودي نفس اللي عملناه تحت هنعمله فوق. انا بصراحه كنت شغاله براحتي خالص لان انا كنت زي ما قلت لكم بادئه من بدري. فما كنتش كان معايا وقت وكنت مظبطه حاجتي، عارفه هعمل ايه وهبدا بايه وهخلص ايه واركنه على جنب واشوف غيره. بيفرق جامد الموضوع ده والله يا جماعة لما تكوني داخلة وعارفة كده انت هتبدأي تعملي ايه ودارسة كل الخطوات اللي انت هتبتدي ان انت تعمليها. بتلاقي الحاجة خلصت معاكي بكل سهولة. اهو كده خلاص خلصنا صينية الجلاش بتاعتنا. هبتدي بقى ان انا احط الورقتين الاخرى خالص اللي على الوش. وهاخد كل الكلام ده يعني هاخد كده الاطراف واتنيها لجوه بحيث ان انا اخلي شكل الصينية بتاعتي منسق كده ومنظم. اهو بالشكل ده بتاخدي الاطراف بتنزلي بها لتحت بكل سهولة، مفيش اي مشاكل يعني. اي حد ممكن يعمل الكلام ده يا جماعة والله ما هوش يعني حاجة صعبة ولا حاجة. احنا كلنا شاطرين وكلنا بنعرف نعمل الاكل، والاكل ده يعني زي ما بيقولوا كده لعبتنا. بس طبعا النفس بيفرق يعني. كنت دايما اسمع الكلمة دي زمان وانا صغيرة يقولك نفسها في الاكل حلو. ما كنتش ببقى فاهمة معنى الكلمة يعني ايه نفسها في الاكل حلو، لحد ما كبرت وبدأت ان انا اعمل الاكل بنفسي وادوق الاكل اللي بيتعمل ده من حد تاني ومن ايدين ناس تانية ما بيطلعش زي ما انا بعمله. من هنا بقى عرفت مقولة اللي نفسها حلو في الاكل. ف... فبجد فعلا الاكل ده فعلا نفس و... ولما تكوني واقفة بتعملي الحاجة بحب بتطلع منك جميلة جدا وخطيرة. يعني انا بعمل الاكل ده وانا صايمة فما دقتش اي توابل ولا اي ملح، طلع خرافة الصراحة. ركنت بقى الجلاش بتاعي على جنب علشان مش هعمل له التشريبة بتاعته دلوقتي غير قبل ما يخش الفرن على طول. هعمل بقى هنا شربات عشان هنعمل كده صينية كنافة لزوم بقى التحلية بعد الفطار. النهاردة اول يوم كده قلت ادلعهم كده واروق عليهم بصينية كنافة كده حلوة. بس ما ياخدوش على الكلام ده يعني احنا النهاردة بس كده تفاريح شوية. هعمل بقى معايا هنا الشربات. حطيت 3 كوبايات من السكر وعليهم كوبايتين من المية وعصرة النص ليمونة وسبتهم يغلوا على النار كده يعني لمدة 10 دقايق كده ولا حاجة. واول ما بدأت بقى الشربات بتاعي يبتدي ان هو يعقد كده ويستوي حطيت باكت من الفانيليا. طبعا كل شويه بختبر الشربات بتاعي زي ما انتم شايفين كده، باخد حبه على ايدي او باخد لحسه صغيره كده على صوابعي وابتدي ان انا اشوف كده هل بقى فيه لزوجه كده والعسل بتاعي بدأ ان هو يلزق في ايديا كده. كده يبقى العسل بتاعي خلاص استوى واطفى عليه على طول.
لقيته لا لسه عامل زي الميه، يبقى لسه محتاج شويه وقت. اهو بالشكل ده كده خلاص كده بدأ ان هو يخش في السوا. هبتدي ان انا اختبره مره كمان، واول ما يديني التلزيقه اللي انا بقول لكم عليها دي، يبقى كده خلاص العسل جاهز، وهشيله من على النار لان انا عايزاه يبرد. اهو بالشكل ده كده اهو بدأ كده يعمل خيوط كده معايا. كده خلاص العسل بتاعي عقد واستوى. هركنه بقى كده على جنب، وابتدي بقى ان انا اعمل المهلبيه، او القشطه الكدابه، زي ما بتسموها. انا هنا بقول لكم ان انا كنت حاطه ربع كوبايه من الميه، عليهم 4 معالق كبار من النشا، ودوبتهم كويس قوي ونزلت بهم على اللبن، بس مش عارفه المقطع ده راح فين. وكمان حطيت باكت من الفانيليا، وبدات ان انا اقلب كده تقليب مستمر على طول على طول على طول كده، لحد ما المهلبيه او القشطه بتاعتي ربطت معايا. انا برضو مش عايزاها تكون يعني ماسكه قوي، انا عايزاها كده تكون زي القشطه كده سايحه كده في نفسها. طبعا هنا متاح انك انت تحطي مثلا معلقتين قشطه، كريمه، اي وش اللبن، اي حاجه من دي تقدري ان انت تحطيها هنا. خلاص كده المهلبيه بتاعتي بدات ان هي تغلي وتبقبق كده زي ما بنقول كده. خلاص هسيبها لحد ما تبرد علشان اعرف اشتغل بيها. اهو بالشكل ده كده. يلا بقى بينا نعمل الكنافه بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو من الكنافه. طبعا الكنافه جايالي خشنه، فانا بفرمها بديها فرمه كده في الكب عشان تنعم. وهي بتتفرم بقى ببتدي ان انا انزل عليها بالسمنه. بدل ما انا اقعد ادعك السمنه في الكنافه، لا، حط الكنافه في الكبه وانزلي عليها بالسمنه. والصينيه بتاعتي دهنتها بالسمنه حلوه قوي من تحت، وبدات ان انا انزل بنص الكنافه. طبعا الصينيه دي كبيره، اكبر صينيه في الطقم، يعني تاخد معاك النص كيلو الكنافه وتديك القطعه مظبوطه على الشعره. اصغر من كده القطعه بتاعتك هتبقى تخينه. بدأت كده ان انا ابطط كده الصينية بتاعتي كده، اضغط عليها بايديا قوي علشان لما انزل بالمهلبية تكون الارضية اللي تحت متساوية وكده. اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين القوام ده حلو قوي. هبتدي بقى ان انا افردها، ما تحاوليش تخش عند الاطراف قوي علشان ما تتسربش من الجوانب وكده. اهو هنفرد كده الكريمة بتاعتنا او المهلبية بتاعتنا، وهنبتدي ننزل بالنص التاني من الكنافة. اهو ما شاء الله بكل سهولة. خليكي كده متمكنة كده من الحاجة اللي بتعمليها، وعندك ثقة انها تطلع معاكي كويسة جدا وحلوة قوي. طالما خدمها كويس قوي وعاملة كل الخطوات من اول للاخر صح، خليكي متأكدة من نفسك ان الحاجة هتطلع معاكي زي الفل. بدأت بقى ان انا اطبطب كده بالراحة عشان المهلبية. خدي بالك في المرحلة دي لازم ما تضغطيش بايديكي جامد، انت يا دوبك بتطبطبي بس كده، انك انت بتساوي السطح بتاع الصينية بس كده. صينية الكنافة جاهزة معايا ان هي تخش الفرن. هنعمل كمان بقى التشريبة بتاعة الجلاش عشان نشغل الفرن مرة واحدة. معايا هنا كوباية من اللبن عليها بيضاية، وهنحط ملح وفلفل بس، ملح وفلفل بس، وهنربها كويس قوي، وهننزل بيها على صينية الجلاش. عايزة اقول لكم خطيرة، يعني انت بتاكلي حاجة ميكس ما بين الجلاش باللحمة وما بين الفطير الشرقي باللحمة. حاجة كده بجد تحفة تحفة. لو انت عايزة الجلاش بتاعك مقرمش قوي ويبقى بيقرمش كده معاك وانت بتاكلي، ما تعمليش التشريبة دي. اكتفي بالخطوة ان احنا قطعنا الجلاش ودخليه الفرن على طول. انما انا بحب اعمله كده لان بصراحة بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا الفرخة بتاعتنا احنا عذبناها مش سويناها. انا مش عارفة هي طلعت ليه عاملة كده. هي يعني سابت نفسها كده، الورك ساب الصدر كده، وزي ما تقولوا متخاصمين ولا حاجة، فقلنا نصالحهم على بعض. فعملنا ايه بقى يا امل عشان نصالحهم على بعض؟ احنا عملنا الاول التتبيله، خلينا مره يعني ماشيين واحده واحده كده مع بعض. حطيت معلقه كبيره من معجون الطماطم اللي هي الصلصه المعلبه، وحطيت عليها مكعب مرق الدجاج، وحطيت ملح وفلفل وكمون،
وكزبره وشويه من الشطه، وكمان حطيت معلقتين 3 كده من الزيت، وقلبت التتبيله التحفه دي، وعصره نص ليمونه كمان. هندهن بقى الفرخه بتاعتنا كده بالتتبيله التحفه دي اهو. طبعا دخلي جوه الفرخه من جوه من التتبيله الحلوه دي. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي تحفه جدا، وهتدي للفرخه لون حلو قوي. قلنا بقى ان احنا نصالحهم على بعض، فعملنا ايه؟ جبنا حته خيط، وبدانا ان احنا ناخد الوركين كده نضمهم على بعض، بحيث ان هي تدينا شكل حلو بس مش اكتر اهو بالشكل ده كده. وهندخلها على الفرن على طول تتشوي. هي مستويه وكل حاجه، يا دوبك بس انا عايزاها تتشوي اهو. يلا بينا بقى نطلع اول حاجه من الفرن. اول حاجه دخلناها كانت الكنافه، وبسم الله ما شاء الله طالعه. عايزه اقول لكم ان الريحه كانت قلب البيت كله. معايا بقى هنا الشربات. ما تحطيش الشربات على الكنافه وهي طالعه من الفرن يا جماعه، معلومه مهمه جدا. لازم يعني عايزه الكنافه بتاعتك تبقى مقرمشه، ما تحطيش الشربات على الكنافة وهي طالعة من الفرن. ولازم كمان الشربات يكون بارد، يعني لازم صينية الكنافة تكون باردة، ولازم العسل برضو يكون بارد. بسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين الجمال عايزة اقول لكم في اللحظة دي كانت الريحة خطيرة خطيرة حرفيا. الجلاش طالع زي ما قلت لكم ميكس ما بين الجلاش باللحمة المفرومة والفطير الشرقي باللحمه المفرومه، حاجه كده واو بجد، تحفه جدا جدا جدا. ومعانا بقى الفرخه بتاعتنا الغلبانه اللي عذبناها. عايزه اقول لكم لا والله العظيم هي مش محروقه ولا اي حاجه، ده هي الطبقه الغامقه اللي انتوا شايفينها دي عشان احنا حاشينها من تحت الجلد بصل. بسم الله ما شاء الله، ده كان الفطار بتاعنا، وده كان الاكل بتاعنا. لما بدأنا بقى ان احنا خلاص المغرب بتأذن وغرفنا الاكل، وكانوا طبعا حواليا كلهم مستعجلين، وكنت عايزه اصور لكم السفره بعد ما حطيتها وصبنا العصير، بس للاسف الكل كان واقف حواليا. يلا يا ماما يلا يا ماما. النهارده اول يوم زي ما انتوا عارفين، والولاد يعني ربنا يعينهم يا رب على الصيام، وربنا يتقبل مننا جميعا. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الأيام يا رب بكل خير. وعايزة أقولك بقى يا ست الكل، لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسنيش بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.